زي الوصفات العجيبة اللي برضو بتطلع بإشاعة لعلاج العقم مثلا، نوع من أنواع الدجل. لا، إشاعات الموروثات، خمسة وخميسة للحسد، دلق القهوة خير، رش المية عداوة، الشبشب المقلوب بيجيب نكد، بطل لعب في المقص بيجيب الفقر. ده يبقى كده كل الحلاقين اللي في مصر يتشقروا. خلص الاكل عشان الطبق يدعي لك. اوعى تغني في الحمام عشان الشياطين ما يزعلوش. كل دي اشاعات فضلت تنتشر لحد ما بقت موروث شعبي ملهاش اي اساس من الصحه، خرافات صدقها ناس كتير. وهي دي اصل المشكله، لان لو ما صدقوهاش هيبقى مفيش مشكله خالص.